انا كم مره اقول لك بلاش، كم مره اقول لك كفايه كفايه، بكفايه وفوق من افعالك، بكفايه عشان بيسوء حالك. احوالك قبل ما تتهبب كانت من احسن احوالك، دلوقتي خلاص اصبحت البانه في بق الناس. بعد ما كانوا بيتباهوا بيك بقوا بيعيبوا فيك، بقى ده اسمه كلام؟ بقى ده اسمه كلام؟ انسان بيضيع نفسه عشان الحال صعب وبرضه عشان في ناس مشيت او غدرت بيه. انسان بيضيع نفسه عشان الدنيا دي كانت جايه عليه. تقدر دلوقتي انت تقول لي مين اصحابك؟ تقدر دلوقتي تحلف لي ان انت لو احتجتهم هيجولك طوابير على بابك؟ كل اصحابك اصحاب نفسين، كلها قعدات جب على كاسين، وانت المتاخد في الرجلين مش حاسس والسكينه سرقاك. مش صح، صدقني مش صح. مش صح ان انت تكون مسجون رغم انك حر، مش صح ان انت تكون مرتاح بعدها يبقى الحال مش بيسر. صدقني السكه اللي انت ماشيها دي سكه واحد شايل قربة على دماغه هتخر. بلاش بلاش يا صاحبي، بلاش عشان امك وعشان حلمك، عشان في حد راهن يوم على فشلك وقال انك لا يمكن مره تتقدم، عشان في حد قال انك بتغلط مش بتتعلم. طريق الشوك ملوش اخر غير انك بس تعيش العمر متألم. صدقني بلاش عشان نفسك، عشان ما يزيدش يوم يأسك، عشان ما تسيبش صحابك الجدعان وتعرف ناس تزيد وكسك وتبقى صاحب الموكوس. كؤوس الشرب بترخص ما بتغليش، كؤوس الشرب بتوطي ما بتعليش. صدقني بلاش عشان نفسك وامك وحلمك، وعشان مش صح، مش صح ان انت تكون مسجون رغم انك حر، مش صح ان انت تكون مرتاح بعدها يبقى الحال مش بيسر. مش صح يا اياد، عشان خاطر امك، عشان الصحوبيه اللي بيننا. بلاش يا اسلام كبر الموضوع. اللي معاه 4 جنيه جايب سيجاره ايه اللي ام ازرق اتكسرت بلزقها، انت بقى عامل موضوع ليه؟ مش فاهمك يعني في ايه؟ بتلزق ايه؟ بلزق السيجاره يعني ده مش اللي ام ازرق يعني ده مش لا قدر الله مخدرات ولا كلام من ده؟ لا اكل يا عم واحد لا اهو عايز السيجاره مش هشرب. بس القعده دي قعده مدمن. لا حول ولا قوه الا بالله. والله قعده مدمن يا عم انا مش مدمن. والله قعده مدمن. والله انا مدمن. اسمع مني قسما بالله قعده مدمن. يا عم انا مش مدمن. بقول لك قعده مدمن. حتى ده كمان ده مقاطعه. ليه؟ ده مقاطعه؟ والله مقاطعه. لا حول ولا قوه الا بالله. اوديها نفسي اروح اموت طب ادفن نفسي ولا انا اعمل ايه طيب؟